طيب استاذ محمود، البقيه في حياتكم. بقاء قدام لله. سيد كام سنه؟ سيد 23 سنة. 23 سنه. طبعا كان بيستعد لحياه جديده، يعني شغل وزواج بعد أيوة. انهاء التجنيد. كان مسلم امبارح او سلم، يعني هو يعتبر لسه ما خدش الشهاده ولسه مسلم بعد. طيب استاذ محمود، كلم الاسره. سيد كلم العيله الاسره قبل ما يموت. مكلمنا امبارح. رحمه الله عليه، شهيد ان شاء الله مع الصديقين والشهداء ان شاء الله. ربنا يلهمكم الصبر. هل يعني بتوجهون اتهاما لفصيل بعينه؟ يعني شايف هنا سيد ضحية من؟ والله حضرتك اوجه الاتهام الاول للفريق عبد الفتاح السيسي، ان هو ما يقدرش يامن ويحمي الناس. الجنود بتاعته هو اللي هو محمد ابراهيم. ده الاتهام الاول. الاتهام الثاني هو جايبه لنا في عربيه وحته خشبه وعلم، والسواق بيقول ان العلم والخشبه بتاع ده مش عارف ايه كده. مسؤوليته هيرجعها لهم تاني. يعني العلم حتى اللي جاي ملفوف فيه بيقول ده مسؤوليته هيرجعه تاني. فانا بحمل المسؤوليه لعبد الفتاح السيسي وبس. استاذ محمود، خلينا